حصان أحد المزارعين وقع في بير جاف، وقعد يسهل يسهل، وصاحبه قاعد جنب البير عاجز مش عارف يتصرف. وبعد ساعات من التفكير أهدى تفكيره لحاجة. قال إن كده أو كده إن الحصان كبير في السن، وعشان يطلعه من البير هيتكلف تكلفة كبيرة قوي، بتمنها يقدر يجيب حصان تاني صبي وعافي يقدر يقوم بالأعمال الشاقة أحسن من الحصان الكبير اللي ما بقاش قادر يقوم بنص الأعمال اللي يقوم بيها حصان عافي. وفي نفس الحاجة يقدر يهدم البير أو يردمه، كده أو كده هو ملوش نفع لأنه جاف. وبسرعة قام، وبعد التفكير ده نده بسرعة لأهل القرية واقترح عليهم إن هم يهدموا أو إن هم يردموا البير ده، وفي نفس الوقت في تفكيره يدفن الحصان بالمرة. بسرعة التف أهل القرية حواليه وبقوا يرموا في البير القاذورات والتراب والأوساخ. وفضل والمزارع بيبص في البير علشان يشوف الحصان ايه اللي حصل له بعد كل الاوساخ والاتربه اللي اترمت. اتفاجئ بمشهد غريب جدا. اتفاجئ ان كل ما ينزل على الحصان اتربه او اوساخ يهز ظهره بقوه فتنزل تحتيه فيرتفع درجه. فضلوا يرموا اكتر واكتر علشان يردموا البير، وفي عقليه المزارع يدفن الحصان بسرعه. ولكن فجاه فضل الحصان يطلع درجه في درجه في درجه، وقفزه منه راحت مخرجاه بره البير. القصة عايزة تفهمنا أو توصلنا إن الحياة شاقة، هتفضل ترمي عليك كتير قوي متاعب ومصائب وأفكار الماضي المتعبة. فلو أنت استسلمت هتدفن ومش هتقوم تاني تقف على رجلك. أما لو فضلت تنطر فيها وكل ما تقع تقوم أشد وأقوى، فده هيخليك يديك دفعة جامدة قوي للمستقبل عشان تقف على رجليك أقوى وأصلب. اوعى تستسلم، يمكن تكون فاضل خطوة على نهاية التعب بتاعك.